اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل طريقة حلوة قوي، طريقة الأطفال بيحبوها والكبار. هنعمل تشيكن ناجتس بكل سهولة. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وهتعجبكم جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. أنا معايا هنا كيلو صدور مخلية. ممكن تجيبي فرخة وتخليها زي ما انت عاوزة، وانا جبت الصدور دي من الهايبر جاهزة، يعني مخلية جاهزة. ممكن تعملي وراك على صدور، وممكن تعملي صدور بس وراك بس، زي ما انت عاوزة والمتاح ليكي. طبعا زي ما احنا شايفين كده بنقطعها تقطيع صغير، اي تقطيع عشوائي كده علشان لما تحطيها في الكبة ما تقفش منك. قطعي حتت صغيرة كده، وتكون السكينة بتاعتك حامية. طبعا لو في اي دهون موجودة في الفراخ بتستبعديها. اهم حاجة ان الفراخ دي تتحط في محلول النقع. محلول النقع ده يا جماعة مهم جدا جدا لأي طيور بصفة عامة، بتحطيها في محلول النقع عشان تنضف ريحتها بتبقى حلوة، لان هي مش مضمونة. ازاي يعني اكلة ايه وانتوا عارفين ان الاعلاف كلها كيماوي ومش كويسة، ويبقى ريحة اللحوم مش حلوة منها. بعد كده انا حطيتها في مية، سبتها ساعتين في المية، حطيت عليها معلقة طحينة كبيرة، معلقتين دقيق، عصرتي عليها ليمونة، حطيت شوية ملح وسبتها يعني مدة كبيرة. زي ما احنا شايفين كده انا قطعتها تقطيع عشوائي. طبعا زي ما احنا شايفين انا هاخد كل ده واحطه في طبق غويط وهنقعه في ميه، هستبعد الدهون، هستبعد اي عروق فيها، القراقيش، اي حاجه فيها بشيلها. طبعا نضفتها كويس قوي قوي تحت ميه جاريه، ورحت حطيتها في الكبه وفرمتها فرمه. يعني عايزاكي تفرمي كده فرم مبرح، انا عايزاها ناعمه جدا جدا جدا. نزلت عليها بالبهارات بتاعتها، حطيت لها الملح، معلقه بابريكا، معلقه جنزبيل، معلقه فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، معلقتين بقسماط، معلقه نشا ليه عشان ما تكشش. طبعا لو عندك فلفل ابيض حطي، بيبقى جميل قوي قوي. قلبتها تقليب كويس جدا زي ما انت شايفه كده بالسباتولا. عايزه تقلبي بايديكي زي ما انت عاوزه. اهم حاجه عندي ان البهارات تختفي في الفراخ، ما تبانش كلها، تبقى لون موحد وتاخد الطعم منها. وزي ما احنا شايفين كده قلبي من فوق ومن تحت تقليب حلو قوي. وده شكلها بعد ما عجنتها بايدي بعد الاسباتولا، طبعا علشان كل حاجة تندمج في بعضها كده والبهارات كلها فيها. وكده خلاص ابدأ بقى ايه اشكلها. بالنسبة للتشكيل بقى يا حبايبي زي ما انتي عاوزة، ده اختياري ليكي. يعني ممكن تجيبي صينية وتقومي تحطي عليها الفراخ وتبططيها كويس قوي قوي وتحطيها في الفريزر، وبعد ما تطلع بتقطعيها مربعات، بتقطعيها شرايح زي ما انت عاوزه. ممكن تجيبي برضو اشكال عشان الاطفال يحبوها، اللي هو الايه النجمه والقلب ومش عارفه ايه الاشكال دي. انا قطعتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والكميه اللي طلعت عندي من صدر الفرخه 11 قطعه. حطيتها تحت كيس تلاجة ورحت قفلتها من فوق كده وادخلها الفريزر لمدة ساعتين. ساعتين ليه يا عبير؟ عشان تتجمد كده نص التجميد وتقدري تعملي عليها الكفر بتاعها. هنا بقى زي ما احنا شايفين جبت الدروتس ده جميل قوي قوي بطعم الباربيكيو المدخن، طعمه حلو جدا جدا. يعني عايزه تجيبي كريسبي هاتي كيلو كريسبي مقرمش من عند العطار، وهاتي معاه فيجيتار مقرمش هيبقى حلو برضو. وده شكله بعد ما طحنته زي ما احنا شايفين كده. وحاولي تنضفي حواليكي اول باول، ما تسيبيش حاجة، لان النظافة يعني احسن حاجة بصراحة. النظافة من الايمان. فكده هبدأ بقى اعمل ايه خليط التغطية بتاع التشيكن ناجتس بتاعنا النهاردة. هنجيب بيضة وننزل عليها بفلفل اسود، لان زفرت البيض لما بنيجي نعمل اي صنف حادق بنحط فلفل اسود، لو صنف حلو بنحط فانيليا. نزلت عليها بايه ملح، يعني حاجة بسيطة كده، ربع معلقة صغيرة، ما تكتريش لان عندك الفراخ فيها ملح والدروتس بيبقى فيه ملح، فالدنيا كده تبقى صعبة قوي وهيبقى حادق منك.
قلبت كويس قوي 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 البيض مع الفلفل الاسود مع الملح. بعد كده زي ما احنا شايفين معايا طبق دقيق وطبق الدروتوز اللي انا طحنته نص طحنه في الخلاط. لا تطحنيه ناعم او ولا خشن او. بعد كده بتاخدي واحدة وبتحطيها في الدقيق وبتضغطي عليها من فوق ومن تحت. اهم حاجة ان هي تتغلف بالدقيق من فوق ومن تحت. ليه يا عبير تتغلف بالدقيق من فوق ومن تحت؟ لان الدقيق ده يا جماعة اللي بيحوش اي رطوبة في اللحوم. يعني عندك الفراخ دي هتسدي المسام كله بالدقيق، فهتيجي على خليط التغطية وتمسك فيه مش هيتساب منها. زي ما انت شايفة كده قلبي يمين وشمال يمين وشمال من تحت ومن فوق كده. بعد كده بتنزلي فين؟ في البيض، وبتجيبي شوكة معاكي وبتقلبي كده وبتشيليها بالشكل ده. شوكة عشان الشوكة تنزل الزيادة اللي فيها، لكن لو معلقة المعلقة هتاخد هتتملى مش هتنزل. وزي ما احنا شايفين نزلت على الدروتوز برضو هعمله من ايه؟ من فوق ومن تحت. انا هنا بالمعلقه واضغطي كده بظهر المعلقه بس ضغط خفيفه، ما تحاوليش تكتري عشان ما تفردش منك. زي ما احنا شايفين وقع مني على الرخامه، فطبعا جبت ايه؟ طبق غويط شويه او بوله غويطه شويه عشان ما يقعش كله واقدر اتحكم فيه واقلبه ايه؟ من فوق ومن تحت كويس. هناخد واحده تانية هنحطها برضو في الدقيق وبالمعلقه كده بتضغطي بتقفلي كل المسام. مش عايزه الفراخ دي لونها ما يبانش، انا عايزه اشوف حاجه لونها ابيض بس. زي ما احنا شايفين كده تنزلي برضو في البيضه. في معلومه عايزه اقول لكم عليها، البيض لما بتكوني بتستعمليه في اي حاجه حادقه، مثلا بانيه، اي حاجه، التشيكن ناجتس اللي انا بعمله دلوقتي، بتحطي معلقه ميه في البيضه. ليه معلقه ميه؟ عشان الزلال ده يتفتت. لكن لو ما حطيتيش هتتلاقيه طالع منك كده شبك في الصفار وطالع منك، فهو بتفتت بالميه. وده شكلها النهائي بعد ما خلصتهم. بصوا بقى هما طلعوا 11 بس انا خدت 3 وعينتهم في علبة ولفيت عليها ستريتش راب ودخلتها الفريزر. سبتهم في اي وقت اعملهم وحطيتهم هنا في الاير فراير. طبعا يا حبيبتي عاوزة تحمري في الزيت براحتك، عايزة في الاير فراير براحتك، زي ما انت عاوزة، الاتنين حلوين. بس لو عملتي في الزيت يبقى زيت غزير والنار بتكون وسط متوسطة وهيبقى حلو برضو. وانا هنا جبت عليه كاتشب. طبعا اي صوص انت عاوزاه، اي صوص بتفضليه عندك تاكليه عليه، ممكن تاكليه مع بطاطس محمره. ده شكله كان حلو قوي قوي. طبعا يا جماعه سهل جدا وجميل واحسن من الجاهز واحسن ما تشتريه من بره، ومفيش عليه مواد حافظه ونضيف ومضمون. انت اللي عاملاه بايديكي، مش جايبه فراخ بقى فيها دهون وفيها بتاع قراقيش والقرف اللي احنا بنشوفه ده. ومضمونه يعني غير اللي انت بتجيبيها من بره، وانت اللي عاملاها بايديكي وصحيه. السمك بتاعها كان جميل جدا جدا، مقرمش من بره ومستوي جدا من جوه واخدت حقها في التسويه. وطبعا انتوا شفتوا كل تفاصيله، اعملوه زي ما انتوا شايفين كده بكل التفاصيل. صحي 100%، احسن وانضف من بتاع الشركات. جربوه، مضمون من حيث النظافه وحلوه قوي قوي. وما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه وريحة وجميل جدا جدا، وممكن تاكليه مع اي سلطة او اي صوص عندك، ومقرمش من بره ومستوي ومضمون واحنا اللي عاملينه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.